وفي حاجه بتتعمل قدام شويه في العقود الاداريه، قد يكون اعتقد في العقود الاداريه اسمها اولويه العطاء. بنيجي في اخر المشروع خالص ونلاقيك حطيت اسعار غير متوازنه. قد يكون لا اما انت شاطر قوي فقريت اللوح كويس وعارف ان الكميه دي هتزيد والكميه دي هتقل، او ندخل على الحته الان ليجال ان انت جالك معلومه ان هم هيغيروا البورسلين يخلوه بلاط موزايكو، فلاقي نفسي انك حاطط البلاط الموزايكو 4 اضعاف سعر البورسلين، فبقيت اترمت ناحيه البند اللي انت كسبان فيه كتير. مم. فدي بنروح عاملين بالانس بقى، واخدين الكميات النهائيه وحاطينها للناس المقابله اللي كانت داخله معاك المناقصه. لو جه رقم اقل من اللي جالك يديك الرقم الاقل، لانه بيحاول يمنع درجه ما من الفساد. لو انت مرتب معايا انا الملك اقول لك بس مالكش دعوه، حط دول وخش خد المناقصه. حلو. مم. اجي في التنفيذ لا 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 لا، احنا هنبدل البورسلين هنخليه بلاط، وانا الجهه الفنيه المسؤوله عن الكلام. وممكن ساعتها اقول عشان البلاط مش عارف بيعمل ايه وقوي ايه، بصرف النظر عن ليه. هل ده كابلات قانون مثلا، كابلات هقول لك كابلات الومنيوم، ونيجي ساعتها اقول لك لا لا التكنيكال وقال وهنقلبها نحاس. بقيت في حته تانيه؟ انت سافرت، انت رحت اوروبا او رحت افريقيا انت ورزق. تمام. ماشي. يعني انا اقدر مهن... اقول دلوقتي، لو افترضنا ان المشروع 10 بنود، فانا لو عملت اللي هي البلس ماينس 25% على البنود، فانا كل بند من دول معرض ان محتمل انه يزيد ب 25% او يقل ب 25%. فكل زياده عن 25% فهي فاريشن بالنسبه لي انا كمقاول، فهي مكسب. ده لو عقدك بيقول الزياده عن كل بند وليس عن توتال المشروع. اما لو قلنا ان هي خلال على توتال المشروع، فانا ممكن اصلا عدد البنود اللي زاد فيها، النسب اللي زادت فيها ما تتجاوزش 25% من توتال العقد. فده اهم. وساعتها لا ساعتها مش بس زاد، انت برضو بتحسب اللي قل. بنسميها ايه؟ بنعمل كشف اسمه عجز ووفر. مم. انا في بنود قلت عندي قد كده فتوفرت، وفي بنود زادت قد كده فاتحطت على الميزانيه. الكلام ده بيتعمل له بالانس وبيتاخد النتيجه. النتيجه بتاعته هل هي بلس 25 او اقل، ولا ماينس 25 او اكتر. طول ما انا بلعب في الرينج ده فانت مش من حقك حاجه.